السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جاي اعمل لكم حاجة بسيطة قوي، ممكن نعملها في البيت وممكن نشتريها من المطعم. انا ما عملتهاش المرة دي في البيت، بس اشتريتها في المطعم. فسواء انتوا هتعملوها في البيت او تشتروها من المطعم، وهي الطعمية او الفلافل. لما بنيجي نشتري بنقول له مثلا هات عجينة، فانا جبتها جاهزة كده عشان نغير طعمها ويبقى طعمها تحفة. بجيب بصلاية وطماطماية وقرن فلفل وممكن فصين توم مهروسين، شايفين؟ ومعايا كمون وجزء بسيط من الملح، بصل وطماطم وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وجزء بسيط من الملح زي ما انتوا شايفين كده. بحط كل المكونات دي على عجينة الطعمية، وتعالوا معايا نشوف مع بعض هتتعمل ازاي. فيها قيمة غذائية عالية جدا، وفي نفس الوقت ما تحسيش ان انت بتاكلي طعمية، لان ممكن ساعات بنجيبها من بره يبقى طعمها عامل زي العيش، طعمها مش حلو خالص. بصوا بقى الطريقة دي هتحبوها جدا. الخليط اللي احنا شفناه بقى مع بعض اهو، هنقلي بقى، مش هتبقى ولا هتلزق ولا هتتحرق ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ويا سلام بقى لو الأكلة دي تتعمل في رمضان في السحور، تبقى طازة. ممكن نجيب العجينة جاهزة أو الفلافل دي جاهزة من المطعم ونعملها بنفس الطريقة. بجد بقول لكم طعمها تحفة، طعمها حلو جدا، كأنك بتاكلي خضار كله مع بعضه. شايفين؟ ما لزقتش ولا حاجة، بس بحطها بعد ما الزيت ما بيسخن، وبعد كده بوطي عليها عشان تستوي من جوه، وفي نفس الوقت بتبقى لونها الذهبي، ما تتحرقش مني. وبكده يا حبايبي شايفين شكلها وطعم وريحة وشكل جميل وقيمة غذائية وبألف هنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا على قلوبكم.